اخيرا الكره الذهبيه كتبتسم اللاعبين المغاربه بعد 28 سنه من الغياب، بحيث اخر لاعب مغربي توج بالكره الذهبيه كان مصطفى حجي سنه 1998. مبروك للاعب اشرف حكيمي، صراحه جائزه يستحقها عن جدار واستحقاق بعد الموسم الكبير اللي قدموا مع فريق باريس سان جيرمان اللي توج معهم ب4 ديال الالقاب، بينهم الدوري والكاس والتشامبيونز ليغ وكاس سوبر، ووصل معهم نهائي كاس العالم للانديه اللي تلعبت في الولايات المتحده الامريكيه. الموسم اللي سجل فيه اشرف حكيمي 11 هدف وصنع 16، ولو ان هذه الجائزه خصها تكون الثانيه ليه، لان في الموسم الماضي ايضا كان اشرف حكيمي كيستحقها ومشات للاعب النيجيري لوكمان. على اي حال مبروك للاعب اشرف حكيمي جائزه بعد ما توج بجائزه افضل لاعب شاب سنه 2019 يعود ويتوج بالجائزه الكبرى جائزه الكره الذهبيه الافريقيه. وما نساوش ايضا نباركوا لعثمان معنا تتويجوا بجائزه افضل لاعب شاب وجائزه افضل منتخب من نصيب المنتخب المغربي للشباب بعد المونديال الرائع وتتويجهم ببطوله العالم، جائزه افضل حارس من نصيب الدولي المغربي الحارس ياسين بونو. وفي الاخير كنقولوا مبروك جميع المتوجين والسلام عليكم.